كل سنة وانت طيب يا حاج، عيد سعيد عليك. انا بقول لك كل سنة وانت طيب. وبعدين هو انت كل عيد هتشغل لنا مسرحية العيال كبرت؟ هو مفيش غيرها ولا ايه؟ ما هو المسرحيتين التانيين مش هيعجبوك وهيجولك على الجرح. اوفر ده، اي مسرحية هتبقى احلى من العيال كبرت. خلاص، هجيب لك مسرحية المتزوجون. لا، يا سنجل يا حقير. لك بقى السنة الجاية هبقى في بيتي وهعزمك وهخليك تتفرج على قناة ميكس أجنبي، مش العيال كبرت. ها أخي بقى، يا أخي ده أنا سمعت الكلمة دي أكتر ما سمعت العيال كبرت. يا أخي كده حد يضرب حد بالسبحة. وبعدين بقى العام القادم سيكون العام الحاسم. حاسم بقى من وشي لحسن ألعب في وشك. وبعدين هو أنت مش عندك ياض شغل في العيد؟ عندي شغل، ده أنا حتى هبتدي تاني يوم العيد. طب طب حاسب اجيب لك بقى الواد سيد الشغال. يا شغال العيد. يا شغال العيد دي يعني زي فترة رمضان. بعدين ايوه انا عارفك كويس يا حاج. فاكر زمان لما كنت قاعد بذاكر في الثانوية العامة وكنا في عيد، قلت لي تحب اقلب لك بدل العيال كبرت اقلب لك على مدرسة المشاغبين ولا اقلب لك على فيلم الناظر؟ فاكر ايوه انا عارفك. انت لا يمكن تبقى اب. لا انا اب، ولو مش عاجبك بقى انزل داون. حلوه. وبعدين بقول لك ايه، لو مش عاجبك العيال كبرت انزل، لو مش عاجبك انزل. او لو هتقعد هتسمعها وهتسمع اي فئة، اسمع الضحكة بتاعته اكنك سمعتها لاول مرة. فاهم؟ فاهم ولا ايه؟ فاهم خلاص، اقعد اضحك. فاهم ايه؟ ما انت بتعيط اهو. والله عشان دلوقتي فاصل. طب خلاص هعيط لغايه ما المسرحيه ترجع. ولو ان فاصل برضك بيضحك. اضحك يا الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. كل سنه وانت طيب يا حاج. كل سنه وانت طيب، عيد سعيد. جاموسه بتقعد. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. هو فين يا حاج؟ هو انت لقيتني على باب جامع، باب كنيسه، باب زوينه؟ الزوينه دي تبقى خالتك. ها يا حبيبي، عايز ايه؟ انا يا حاج بقول لك كل سنه وانت طيب، ولسه مصلين العيد وعيد سعيد عليك. يعني عايز العيديه. هديه في العيد؟ هذا ما لم نسمع عنه من قبل. ايه؟ ما اسمه عيد وهي اسمها عيديه. عيديه من عيد، فالعيديه في العيد. ايه يا حاج؟ ده عيد لحمه. يعني ايه عيد لحمه؟ يعني اروح اخد عيديتي من الجزار ولا اخرج انا واصحابي يعني بصباعين كفته؟ ليه صباعين كفته؟ كتير، كفايه صباع. بعدين يا انت مش بتقبض، مش بتشتغل وبتقبض. قبض ايه يا حاج؟ ما القبض كله رايح على الجمعيات. بقول لك ايه يا حاج، انت شكلك مش هتديني حاجه، انا قايم احسن. طب اقعد عشان تاخد. عشان اخد عيديه؟ لا، عشان تاخد بجد. ايه يا حاج؟ يا تاخد مني الحكمه. اسمع بقى. انت قصدك الحكمة، ماشي. قول. 3 حاجات في مصر بتحصل في العيد، ما تقولش بتحصل ازاي ويا مصر بتعمليها ازاي. اول حاجة، مسرحية العيال كبرت بتيجي في 3 4 ايام العيد اكتر ما بتيجي في 365 يوم. تاني حاجة، الناس اللي بتقرف من الناس اللي بتفطر كبدة وسجق هم نفس الناس اللي بتفطر كبدة وسجق كلاوي ممبار كمان أول يوم العيد الكبير، وبتتغدى فسيخ أول يوم عيد الصغير. ولا البنات في كل حتة في العالم تحط مكياج بعد صلاة العيد وهي خارجة طبيعي، لكن إلا في مصر بتحط مكياج قبل صلاة العيد ولا أكنها تصلي في قاعة اللؤلؤة. بس مصر بتعمليها ازاي فعلا؟ بتعمليها ازاي؟ طيب ماشي، نايس ويزدم يا حاج. انا هقوم بقى. نايس ويزدم؟ يعني حكمة لطيفة. ثانك يو ابني. بقول لك ايه يا ابني، وانت قايم بقى هتلاقي في جيب الجاكيت باكو.
في 10,000 جنيه، وباكو تاني جنبيه في 1000 جنيه، وجنبيه بقى في 200 جنيه. أيوة. خد ال200 جنيه. الله أكبر. فكها وارجعها تاني. على كل ظالم ومفتري. يا سيدي باخد 10 جنيه لما تفكها. 10 جنيه؟ كتير 10 جنيه مش صح؟ خلاص، هتلاقي الجيب اللي جنب الجيب الأولاني فيه 2 جنيه، خدهم، مش عايزهم. ده كويس يا ابني.